نادي الزمالك يتعادل مع نادي بلدية المحلة في الدوري المصري امبارح. نادي الزمالك اتعادل مع بلدية المحلة. بجد مباراة لنادي الزمالك في النسيان. بجد والله العظيم. يعني انا مش عارف، هو نادي الزمالك يا جماعة خد الدوري؟ يعني هو يعني انا اتفرجت على الماتش، حاسس ان النادي الزمالك واخد الدوري. يعني هم واخدين الدوري فبيلعبوا الماتش تحصيل حاصل. يعني هم خدوا الدوري وبيلعبوا ايه؟ بيلعبوا تحصيل حاصل او ماتش مش مهم او ماتش ودي. يعني مش عارف والله العظيم. يعني نادي بلدية المحلة يعني كان هيكسب امبارح، كان هيكسب نادي الزمالك. ويعني كويس ان الزمالك اتعادل. بجد انا مش عارف، يعني هو نادي الزمالك، يعني انا والله كنت قاعد بتفرج على الماتش بقول لاخويا هو نادي الزمالك خد الدوري؟ اللعيبه نازله كانها واخدين الدوري، كانهم واخدين درع الدوري. يعني انا مش عارف ايه اللعب ده؟ بجد والله يعني مش عارف. ده نادي الزمالك في عرض نقطة، والله في عرض نقطة عشان يوصل لمركز يعني رابع او مركز خامس. هو دلوقتي في المركز الخامس. فانا مش عارف والله العظيم يعني بيفكروا ازاي. يعني الماتش ده كان تدريب ولا تمرين ما تعرفش. والله العظيم يعني نادي الزمالك بجد حاله يصعب على الكافر زي ما بيقولوا. بجد مباراة غريبة جدا. وانا قلت لكم على فكرة في اول موسم، قلت لكم نادي الزمالك لو استمر في السياسات ديت، دي هتبقى النتيجة. يعني انت كويس ان انت مش في قاع الدوري. يعني انت لو الفرق والله اللي تحت كسبت، انت هتنزل للقاع. والله العظيم يعني انت ستر ربنا ان ايه، الفرق بتاعت الهبوط دي تقريبا يعني متحددة. يعني عندك الداخلية، عندك بلدية المحلة اعتقد هيهبط، والمقاولين برضو تحت خالص في المركز الاخير. فيعني حظ الزمالك كويس ان ايه، المراكز الاخيره متاخره يعني عنه. ولكن بجد لا، نادي الزمالك بجد يعني في اخر ماتشات حتى بيكسب بضربات الجزاء، وبيكسب بطريقه غريبه جدا. يعني حتى ما بيكسبش بمجهوده. فانا مش عارف هل نادي الزمالك هيكمل على كده ولا ايه، معرفش. بجد لا، نادي الزمالك في حالة صعبة جدا 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 جدا. يعني لما بتلاعب فرقة نازلة خلاص لدوري الدرجة التانية بالمنظر دوت، لا بصراحة يعني حاجة بجد صعبة جدا. وربنا يكون في عون جماهير نادي الزمالك. بجد والله لا، الفرقة واقعة خالص. وخلي بالكوا هو الكونفدرالية مش مقياس. يعني خلينا نتكلم بصراحة، الكونفدرالية مش مقياس. ولكن هو كويس ان هو طلع الموسم دوت. انا شايف كده، معرفش من وجهة نظري يعني. كويس ان هو طلع الموسم ده بحاجة. لان الموسم ده نادي الزمالك عنده مشاكل كبيرة جدا، كان صعب جدا يعمل اي حاجة. وإدارة يعني سيئة جدا بصراحة. يعني نادي الزمالك كويس والله، والله يعني نادي غيره والله كان هبط. والله أنا بكلمكم بصراحة. نادي غيره كان هبط لدوري الدرجة التانية. وعمال يقول لك بيراميدز ومش بيراميدز. يا عم شوف حالك الأول. ده انت بيراميدز بقى في المركز بتاع نادي الزمالك دلوقتي. يعني بيراميدز بقى في المركز الثاني اللي هو مركز نادي الزمالك. يعني بيراميدز دمر نادي الزمالك. بصراحة يعني بقينا دلوقتي ماتش القمة بقى النادي الاهلي وبيراميدز. ده الجديد، يعني ده الجديد بقى النادي الاهلي وبيراميدز. ويعني هو ده بقى القمة بتاعت مصر يعني بدل الزمالك. بس طبعا الزمالك طبعا عشان الجماهير بس. يعني نادي بيراميدز لو كان ليه جماهير كانت الموضوع طبعا اختلفت بالنسبة له جدا. ولكن نادي الزمالك بجد لا. وبعدين طلع كابتن طارق السيد، معرفش بيجيب المعلومات دي منين. يقول لك اتعملت 5 صفقات واتعملت 6 صفقات. احنا ما بنشوفش حاجه. يعني انا والله بقعد كده بلف. يعني بتفرج على الكابتن طارق السيد كل يوم 5 صفقات نادي الزمالك. هو فين دي يا كابتن؟ فين؟ يعني والنبي قول لي. فين صفقات نادي الزمالك؟ مفيش اي حاجه. فانا مش عارف كابتن طارق بيجيب المعلومات دي منين، انا ما اعرفش. يعني تنزل على الارض تلاقي العمليه مختلفه خالص والدنيا مختلفه خالص. ولكن لا، نادي الزمالك بجد اداؤه سيء جدا. اداء يعني جوميز سيء، سيء للاخر. يعني سيء بقى زي ما انت ما عايز تقول قول.
بجد لا، نادي الزمالك لو هيستمر كده، وقلت لكم على فكره في اول موسم قلت لكم لو هيستمر كده انتظروا كوارث. طبعا في المركز اهو الخامس دلوقتي نادي الزمالك بينزل للمركز الخامس، وانا مش عارف هيروح فين تاني يعني مش عارف. وبعدين انسحب من ماتش الاهلي، يعني انسحبت من ماتش الاهلي ليه؟ انت انسحبت من ماتش الاهلي ليه؟ ليه؟ ايه المبرر ان انت تنسحب اصلا من ماتش الاهلي وانت اصلا انت اللي محتاج الماتش؟ يعني انت اللي محتاج الماتش، يعني النادي الاهلي عنده ماتشات كتير مؤجله ولسه الدوري بالنسبه له، انت اللي محتاج الماتش، انت اللي محتاج ان انت تقوم، انت اللي محتاج ان انت تطلع. يعني انت مفيش اي مبرر ان انت يعني تنسحب. عايز تنسحب كنت تنسحب منها خالص، انسحب من الدوري لو انت معترض. لكن انت بتنسحب ماتش الاهلي ليه؟ ليه تنسحب ماتش النادي الاهلي؟ انت اللي محتاج، انت اللي محتاج، مش الاهلي اللي محتاج على فكرة. انت اللي كنت محتاج ان انت تقوم معنويا حتى، يعني حتى لو كنت انت كسبت النادي الاهلي كنت تقوم معنويا، تقوم نفسيا بدل الموت اللي انت فيه ده والله بجد ادارة غريبة جدا، وانا مش عارف هم بيفكروا ازاي. يعني عايز تنسحب وعايز بقى تعمل بقى يعني تعمل حاجة فعلا، يعني ايه زي ما بيقولوا كده، تخبط فيهم، تخبط في اتحاد الكوره، كنت تنسحب من الدوري كله، يا تسيبها كلها تدخلها كلها. تمام؟ يعني انت يا كنت تسيبها يا كنت تنسحب خالص. يعني انت كنت تنسحب خالص، يا كنت تنسحب يا كنت تخليك زي ما انت، لان انت اللي خسران. والاهلي جاله 3 نقط، جاله 3 نقط من ذهب، يعني الاهلي جاله 3 نقط من ذهب. فيعني انا مش عارف اداره نادي الزمالك بتفكر ازاي بصراحه. ولكم الله يا جماهير نادي الزمالك بجد والله يعني نادي الزمالك اهو وقع وايه ومحدش سمع عليه بس وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.